هذه القصة بعرض لنا شاب يدعى سيون، والذي تم إدخاله إلى المستشفى على عجل بعد أن اعتدى عليه زملاء في المدرسة، وذلك بضرب عنيف كاد أن يودي بحياته. يبذل رجال الشرطة جهودا يائسة للعثور على الجنات، إذ لم يسبق لهم أن شهدوا حادثة بهذا القدر من الوحشية، ويزداد قلقهم أكثر حين يدركون أنهم قد يحملون المسؤولية حال انتشار الخبر، خاصة أن التحقيقات لم تعثر على أي نتيجة ولا توجد لديهم سوى خيط وحيد، وهم 8 طلاب، 6 منهم ذكور و2 منهم إناث. بعد ذلك نرى سيون يستيقظ من غيبوبته، وأول ما يجده أمامه هي عمته. يشعر بالحيرة في البداية فلا يدري أين هو، لكن ذكريات المعتدين تعود إليه فجأة فتربك بشدة حتى يصاب بنوبة تشنجية. يتقدم الطبيب على الفور ليقوم بحقنه بمهدئ ويطمئن عمته قائلا له بأن استيقاظه يعد علامة إيجابية جدا. وهنا نكشف أن سيون ظل في غيبوبة دامت 9 أشهر وقد استعاد وعيه للتو. بعد لحظات يستيقظ سيون مرة أخرى، لكن هذه المرة بحالة أكثر استقرار، فتبكي عمته وتروي له كل ما قد جرى في غيابه. تخبر بأن والديه سقطا في يأس عميق بعد الحادث، خاصة عندما تعثر مسار المحاكمة ضد المعتدين، إذ كان القائمون على القضية يعيدون إحالتها مرارا بطريقة غريبة، ويعود السبب في ذلك إلى أهالي المعتدين فقد كانوا أصحاب نفوذ وسلطة، فتدخلوا لدى المدعين العامين والشرطة بل وحتى وسائل الإعلام لضمان طمس القضية تماما. وفي النهاية لم يعاقب المعتدون سوى بتعليق مؤقت من الدراسة ودفع غرامة مالية بسيطة، لكن العدالة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد خرج والدا سيون إلى الشارع احتجاجا من ذلك من أجل جمع التوقيعات ويطالبان بعرض قضيتهم على التلفاز، لكن دون أي جدوى، فلم يستجب أحد لصرخاتهما وبلغ بهما اليأس مداه. ففي لحظة مفاجئة أشعل والدها النار في نفسه وسط المدينة بعد أن سكب البنزين على جسده، بينما كانت أمه تصرخ من الجانب تفصح للجميع الظلم الذي وقع فيه. وللأسف لم تصمد الأم طويلا وألقت بنفسها في النيران لتتوحد مع زوجها في مصير مأساوي. وتضيف عمتها أن تلك المأساة كانت السبب الوحيد الذي جعل البلاد بأكملها تنتبه إلى القضية. قد صور شهود العيان الواقعة ونشروها على النت، حيث انتشر الفيديو كالنار في الهشيم ووصل إلى كل أنحاء العالم. وبفضل تلك الموجة الهائلة من الغضب الشعبي تم القبض على المعتدين 8 وحكم عليهم بالسجن 2، ويضطر أوليائهم لإصدار اعتذار علني، بل وقد جاء رئيس الحكومة نفسه لزيارته في المستشفى أثناء غيبوبته. بهذه الطريقة القاسية عانى سيون. بعد ذلك ينتقل المشهد سريعا إلى عامين لاحقين، ونرى سيون يعيش منعزلا على سطح مبنى يملكه. بعد كل تلك المآسي لجأ إلى العزلة ولم يبرح ذلك المكان منذ ذلك الحين. في أحد الأيام جاءت ممرضته لتفحص حالته الجسدية والنفسية، تنصح بتغيير نمط حياته، موضحة أن البقاء على هذا الحال لن يوصل إلى شيء، لكنه يكتفي بالصمت ثم يدفع لها أجرها بسرعة طالب منها المغادرة. وفي وحدته تلك يتمكن سيون بطريقة ما من التجسس على محادثات معذبيه، وهنا يكتشف الصدمة الكبرى، فقد تمكن أولئك الأوغاد من التملص من العدالة، فقد هربوا إلى الولايات المتحدة